أما الآن مع كلمة ائتلاف 14 من فبراير بلغوا يستقبلوهم بالهيهات، هيهات منة الله، هيهات منة الله، صوت الأحرار تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا الأمجد المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على أهلنا الصابرين المرابطين في ساحات النزال ببلدات الصمود الثائرة توبلي وجدعلي والكورة. السلام على أهلنا القابضين على جمرة الحرية من أجل حرية جميع الأسرى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الوقفة التضامنية المباركة مع أهلنا وعزنا في بلدات الصمود ومع عوائل الأسرى المغيبين في السجون، نؤكد على تضامننا معكم ومع جميع أهالي الأسرى، هو تضامن بلا حدود. فأنتم اليوم تجسدون بصمودكم كل معاني الإرادة والتحدي في ثورتنا المجيدة، ويستمد الثوار من صمودكم القوة والعزيمة لمواصلة الدرب الشاق الذي يستعذبه المؤمنون. وفي هذه الوقفة التضامنية نتطرق لثلاث نقاط هامة حول المستجدات في الساحة. أولا، إن عذابات الأسرى في السجون وما يتعرضون إليه من تعذيب ممنهج يكشف زيف هذه العصابة المتآمرة على شعبنا وكذب ما تدعيه زورا من احترامها لحقوق الإنسان. وليعلم الدكتاتور حمد بأن جرائم التعذيب الممنهج للأسرى لن يزيدنا إلا إصرارا وتمسكا بحقنا الثابت في تقرير المصير واختيار نوعية النظام الجديد البعيد عن قبيلة آل خليفة التي عاثت في الأرض خرابا وفسادا. ثانيا، لقد أدلى رموزنا القادة ومنارات البلد الشامخة بشهاداتهم حول ما لاقوه من تعذيب ممنهج يندى له جبين الإنسانية لفظاعته ووحشيته، وصل إلى حد التحرش والاعتداء الجنسي في جريمة نكراء سيبقى عارها إلى حق الدكتاتور حمد إلى أن يرمى مع عصابته في أقرب مزبلة ملوثة في التاريخ. وما جرى اليوم من تنفيذ متقن لعملية النجم الوقاد قطع على إثرها عشرات الشوارع الحيوية في البلاد، هو أمر سيتكرر بشكل مستمر، ولن تفلح المحاولات البائسة التي يعتمدها مرتزقة الكيان الخليفي الساقط لصد هذه العمليات. وسيواصل الثوار حراكهم الثوري التصاعدي المدروس بإذن الله حتى إسقاط كيان العصابة الخليفية المجرمة. ثالثا، إن إغال الكيان الخليفي الساقط في جرائم قمع التظاهرات السلمية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل لن يقابل الاستسلام والخضوع للقوانين الإجرامية الظالمة. وفي هذا السياق نؤكد تضامننا التام مع أسرة الشاب البطل علي الموالي الذي يصيب بطلقة نارية في رأسه، سائلين المولى عز وجل أن يلبسه ثواب الصحة والعافية. كما نعلن عن تضامننا مع سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، والأستاذ حسن المرزوق نائب الأمين العام لجمعية تجمع الوحدوي، اللذان تعرضا لإصابات جراء القمع الوحشي الذي طال التظاهرات الشعبية في منطقة البلاد القديم يوم الجمعة الفائت. ونؤكد بأن الاستمرار في استهداف الرموز الوطنية وأبناء شعبنا لن يفت من عضد هذا الشعب قيد أنملة على الإطلاق. وختاما، إن شعب البحرين بكافة أطيافه وطوائفه سيواصل ثورته المباركة حتى اختلاع جذور الكيان الخليفي وعلى رأسه الدكتاتور المجرم حمد. فالبحرين ستكون أجمل البلدان بعد زوال هذا الكيان الغاصب للأرض وثرواتها. نسأل الله أن يمن على جرحانا بالشفاء العاجل وعلى أسرانا بالخلاص القريب، وأن يسدد ثورتنا المباركة وينصرنا على من ظلمنا.
وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار وثبت لهم قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الثلاثاء 26 يونيو حزيران 2012 ميلادية، البحرين المحتلة، بلدة دوبلي.